انت مجنون. قال لي تعالى بوسها في البيت. الله. انا وعمرو قررنا ندهن بعض ورنيش جزا اللي هو بيقعد معاك شويه ده حلو ده فاهم. انا نفسي كلنا كأمهات وكأبهات نرجع الشبشب. انا اصاحبك انت. الله. فجاه حاسس ان انا بنطلوني اتقلع، فما كانش ينفع في النادي، فكنا نطلع نتمشى بره النادي في شوارع ضلمه. لا تنزل ميه ازاي بالزعانف اللي هنا هي اساس المشكله هي البنت دي، بنت واحده هي اللي عملت فيه كل ده. بتاكل ارانب. في واحده اخويا كان مصاحبها وكانت بتقول له ممكن تديني بالقلم يعني اضحي بمراتي ارميها هي على النحله عشان انا ما اتقرصش كده يعني. حسيت انك عملت علاج نفسي. قبل هند كان ده يعني كان ابتدى يطلع عليها سمعه يعني تقعد تسالني طب انت كنت ليه كده. طب بجد بقى ايه اللي اتغير فيك بعد ال40؟ اتوقفت من نقابه الممثلين. ليه؟ وما اعرفش بقى يعني هل انا بس اللي بيحصل معايا كده ولا ايه؟ بس انا كل ما ببقى كويس مع الناس. علاقتك بربنا اخبارها ازاي؟ وانا صغير كانت شبه مش متواجده خالص، وفجاه تك نص الطلقات اللي بتحصل دي بسبب النقطه دي. وتعالجت من الاكتئاب لان كان عندي ميول انتحاريه، وقلت الكلام ده قبل كده يعني. انت بتخاف من ايه؟ لا ما ينفعش في البودكاست. اوكي. كلها نصايح.